السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بفيديو جديد كده وان شاء الله يعجبكم. وهنعمل عجينة الوافل وهنشوف مميزات وعيوب المكنة. واول ميزة فيها زي ما انتم شايفين كده، كنت بقول لكم ان الفيشة مش بتحتاج لمشترك، وهنا موجود لمبة حمراء ولمبة خضراء. لما تعملي العجينة تابعيني لاخر الفيديو، هنعملها مع بعض عملي. هتديكي النور الاحمر وتحطي فيها العجينة تديكي النور الاحمر، لما تبدأ تستوي هتديكي اللون الاخضر. فزي ما أنتِ شايفة كده كان في ماركات كتيرة، بس اخترت سوكاني بحيث إن هي سعرها على قد الإيد وموفّرة الصراحة، وهتؤدي الغرض بتاع الماركات الغالية. فإن شاء الله إحنا مش هنستعملها غير في هي الوافل بس، فمش هتجهديها ولا أي حاجة. فكنت محتارة ما بين ال3 في 1 وال2 في 1 أو أشتري قطعة واحدة، وفي الآخر اخترت القطعة الواحدة دي، لإن القطعتين بيبقى فيها ساندويتش ميكر الوافل. فلقيت هتدّيكِ نفس التيست. جرّبت فيها رغيف عيش كده، حُطّي فيه جبنة رومي أو جبنة شيدر وتقفلي عليها هتسيح جواها وهتدّيكِ نفس التيست بتاع الساندوتش ميكر. يبقى أنتِ مش هتحتاجي الاتنين في واحد، هتحتاجي الوافل لإن هيدّيكِ المكعبات دي بتاعة الوافل. فأنا كنت شارياها عشان الأطفال مخصوص، فهتدّيكِ نفس المميزات بتاعة الاتنين في واحد. يبقى أنتِ كده وفّرتِ السعر واشتريتِ حاجة على قد الإيد، وفي نفس الوقت لمّا تحتاجيها لكريب تحتاجيها لساندوتشات هتنفع معاكِ إن شاء الله. وهي ما بتتخلعش ال القطعة دي زي ما أنتم شايفين، في قطع بتتغيّر، لكن هي لمّا قطعة واحدة ما بتتغيّرش. وزي ما أنتم شايفين لو حابة تغسليها هتبلّي قماشة كده وتمسحي الفراغات، ومش بتحتاج تنضيف عميق عشان ما تصدّيش. ونبدأ نشوف إيه العجينة بتاعتنا إن شاء الله هتعجبك، وحاجة موفّرة كده وحاجة نضيفة في البيت. وأول حاجة معانا موجودة عندنا 2 بيضة و1 بيكنج باودر و1 فانيليا ومعلقة ونُص سكر ورشة خفيفة من الملح عشان العجينة تبقى طعمها متوازن، وكوباية من اللبن وكوباية من الدقيق ونُص كوباية من الزيت. وهنا ممكن تحتاجي حبّة دقيق كمان على كوباية الدقيق. وأنا أثناء ما باعمل العجينة احتاجت شوية دقيق. وهنا معانا كاكاو عشان نعمل حبّة صوص كده ونرشه على العجينة بعد ما نعملها كده وبعد ما نسوي الوافل. وهنبدأ كده ونقول بسم الله وننزل بأول حاجة البيضتين والسكر ورشة الملح، وهنقلبهم كده مع اللبن ومع الزيت. كل السوائل الموجودة عندك هتنزلي بيها كده. لو حابة تقسمي الكمية دي على 2 تعملي بيضاية واحدة وكل حاجة نُص الكمية اللي إحنا عاملينها براحتك. بس طبعًا إحنا عندنا أطفال الحمد لله، فهنحتاج كمية كبيرة، فقُلت يالّا نعمل الكمية كده كلها على بعض هتكفي الأسرة كلها إن شاء الله. لكن لو حابة تعملي كمية صغيرة هتقسمي الكمية على 2. وهنحط كده البيكنج باودر والفانيليا بعد ما ضربناهم. عندِك مضرب يدوي، مضرب كهربائي، حسب اللي موجود عندِك. هتقلبي بالمعلقة بس أهم حاجة ما تبقاش فيها أي تكتلات. هنا بعد ما نزلنا بكوباية الدقيق احتاجنا حوالي ربع كوباية تاني. وتحطي كده لحد ما تديكي القوام اللي انت شايفاه ده كأنك بتعملي كيكة بالظبط. هنحضر المكنة بتاعتنا، وهنا بدأت أرش رشة من الزيت. والعيب بتاعها الوحيد اللي قابلني الصراحة ان هي بتحتاج رشة زيت محترمة زي ما انت شايفة كده. حطيت العجينة كتيرة. أول الحاجة دي محدش هيقولها لك غيري، إن أنتِ ما تكتّريش العجينة عشان ما تطلعش منِّك من خلف المكنة من ورا. هي الصراحة بتدّيكِ تيست جميل. أدي شايفة العجينة بتاعتنا مستوية وتحفة الصراحة، والريحة مفحفحة كده زي ما بتشميها في الشارع. فتاني مرّة قلّلت الكمية عشان ما تطلعش مننا من هنا من ورا كده. هتنضّفيها طبعًا إن شاء الله، تاخدي بالكبشة تحطّي كمية معقولة يا دوب تغطّي المربعات، وتحطّي رشة الزيت عشان ما تلزقش منِّك. وزي ما أنتِ شايفة كده لمّا قلّلت الكمية ما طلعتش منّي من ورا ولا حاجة. وعملت الكمية دي كلّها بالبيضتين وكوباية والكوباية، فادّاني كمية محترمة الصراحة. حابة تحطّي عليها مربى، حابة تحطّي عليها عسل أبيض، عسل أسود، حابة تحطّي نوتيلا، حسب اللي موجود عندِك. أنا عملت لهم صوص الشوكولاتة وحبيت أرُش كده حبّة عسل أبيض. الصراحة اللي كان بالعسل الأبيض طعمها تحفة وعجبني، والأطفال حبّوا اللي بالشوكولاتة. أنتِ هتحبّي أي طعم؟ يالّا كده قولي لي في الكومنتات. ولو عجبِك ريفيو النهارده وطريقة عمل الوافل إن شاء الله، يالّا كده ما تنسينيش باشتراك ولايك، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف